أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، يا أحبابنا في الجزائر، يا أحبابنا في كل مكان، يا مسلمون، نحن في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، ونحن على أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. علينا أن نستغل فرصة الحياة ونحن على وجه هذه الدنيا، فنرى هؤلاء الأحباب من الأموات فقد ذهبوا وأفضوا إلى ربهم، هم الآن في قبورهم، ونسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار. أيها المسلمون، استغلوا هذه الفرصة، فرصة الحياة، لتقدموا لدنياكم الثانية، لتقدموا وأنتم في هذه القبور يوم من الأيام. كل نفس ذائقة الموت أيها الأحباب، كل نفس ذائقة الموت يا أيها الأحباب. فيأتي اليوم مهما طالت الحياة ومهما كان عمرنا، فيأتي اليوم الساعة واللحظة التي سندخل فيها هذه الحفرة. يا رب وفقنا أن تكون للعمل الصالح، لتكون حفرتنا هذه حفرة روضة من رياض الجنة. يا إخوان، يا أيها الأحباب، قدموا واعملوا واجتهدوا، طيعوا الله سبحانه وتعالى، اجتنبوا المعاصي، اجتنبوا الذنوب، اجتنبوا الأعمال التي تبعدكم عن ربكم، تقربوا إلى الله حتى تعيشون حياة برزخية، حياة هنيئة مريئة. والقبر هو دلالة على مصيركم بعد الحساب في يوم القيامة، الجنة أم النار. أيها الأحباب، هذه فرصتكم، ها أنتم ما زلتم على قيد الحياة، فقدموا واجتهدوا وجاهدوا أنفسكم من أجل أن تقتربوا وتنالوا فوز الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، تعرفون أن كل الأموات يسألون الله سبحانه وتعالى أن يرجعهم للدنيا ليقدموا الصدقات وليقدموا الخيرات وليتصدقوا من مالهم، لأن رأوا مكانة الصدقة في الدنيا الفناء. يا أحبابنا، يا إخواننا، تصدقوا واجتهدوا في الصدقات. نعلم جيدا أن هناك ما يمنعكم، النفس تمنعكم، الشيطان يمنعكم، والكل يمنعكم ويعدكم بالفقر. فأنتم تجاوزوا هذا وتذكروا هذه الحفرة، وتذكروا هذه اللحظة. في فجأة من الوقت تكونون لا أحد فينا يعرف متى يكون أجله. قد تلبس اللباس، قد تلبس لباسك، ولكن لا تعلم هل أنت تنزعه أم ينزعه الغسال. فأيها المسلم، أيها الجزائري، أيها الحر، أيها الأخ المؤمن، اجتهد واستغل فرصتك هذه، وتقدم واجتهد في طاعة الله وتقديم لإخوانك المحتاجين ولإخوانك الفقراء في هذا الشهر الفضيل، وخاصة إخوانك في غزة. إخوانك في غزة الآن هم في معاناة كبيرة، فاجتهد أن تقدم وتقف معهم وتشد على أيديهم لكي يحققوا الانتصارات التي حققوها المسلمون في بدر، ونحن في ذكراها، وفي معركة العصف المأكول التي كانت على غزة قبل سنتين. فهذا كان بالجهد والعطاء وبالنفوس الطيبة المخلصة التي كانت ترى اليوم التي ستكون فيه في هذه الحفرة، تكون في هذا القبر. فاجتهدوا واستغلوا الفرصة، فأمامكم هذه الفرصة. وجزاكم الله خير، ومعذرة على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.